وإياك والمراء في القرآن فإنه كفر بنص الحديث، وهو الخوض فيه بأنه محدث أو قديم، أو هل هذا المكتوب في المصاحف والمتلو المتلفظ به عين كلام الله أو ما هو عين كلام الله. فالكلام في مثل هذا والخوض فيه هو الخوض في آيات الله، وهذا هو المراء والجدال في القرآن الداخل في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فسماه حديثا وليس إلا القرآن. فلو أراد آيات غير القرآن لقال فيها بضمير الآية أو الآيات، فليس للذكورية هنا دخول إلا إذا أراد آيات القرآن، والقرآن خبر الله، والخبر عين الحديث. وقال: ما يأتيهم من ذكر وإنا نحن نزلنا الذكر، والذكر الحديث.